السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم عندنا برشا اخبار تخص الميركاتو في النادي الافريقي، اهمها مغادره فراس شواط واخر التطورات في الانتدابات. لكن قبل هذايا ما تنساش تخلي فولو بتوصلك اخر الاخبار. نبداو بالخبر الاولاني وين رسميا تجربه فراس شواط مع النادي الافريقي تنتهي بعد الاتفاق مع النادي الاهلي بنغازي الليبي، وين اللاعب يصحح عقد 2 مواسم بدايه من نهار الاثنين. وحسب اخر المعطيات شواط باش يتحصل على راتب ضخم قدر $1,000,000 في كل موسم، يعني مجموع $2,000,000 خلال مده العقد. وزاد باش يتحصل على منحه امضاء ب$500,000. اما بالنسبه للنادي الافريقي باش يتحصل على $600,000 وهي قيمه الشرط الجزائي الموجود في عقد اللاعب. اكيد مغادره شواط باش تمثل خساره كبيره، خاصه انه اللاعب كان ركيزه من ركائز الفريق وساهم بشكل مباشر في تتويج الافريقي بالبطوله. الخبر الثاني يخص الزعلوني، وين نادي دينامو مخشكلا الروسي يقدم عرض رسمي بقيمه $700,000، لكن اداره النادي الافريقي رفضت العرض هذايا واكدت انها مش تفرط الزعلوني الا بقيمه $1.2 مليون، وهذا يدل على انه الهيئه تعتبر الزعلوني من الركائز الاساسيه في الموسم القادم وما ناويه انها تفرط فيه الا اذا وصل العرض يليق بقيمته. وعلى مستوى الانتدابات إدارة النادي الافريقي صحح عقد مع الظهير الايمن غسان الماحرسي القادم الترجي الجرجيسي، والعقد يمتد حتى لجوان 2029. في المقابل الاداره تواصل على البحث على جناح ايمن، ومن الاسماء الموجوده في القائمه المختصره نحكيو على حسام الحباسي. اللاعب اصبح حر بعد نهايه عقده مع نادي الكويت الكويتي، والشيء هذا خلى امكانيه التعاقد معه تكون اسهل من الناحيه القانونيه، لكن لحد الان ما فما حتى اتفاق رسمي. اسم اخر قاعد يدور في كواليس النادي الافريقي هو متوسط الميدان الهجومي هيكل الشيخاوي. حسب اخر الاخبار المفاوضات بين الطرفين متقدمه، لكن مازال الاعلان الرسمي ما صدرش. وفي صوره اتمام الصفقه الافريقي باش يدعم مركز صانع الالعاب بلاعب عنده خبره كبيره في البطوله. في الساعات الاخيره انتشرت برشا اخبار على مواقع التواصل الاجتماعي تقول انه نعيم السليتي قريب النادي الافريقي، لكن الى حد اللحظه ما فما حتى مصدر رسمي اكد الاخبار، لذلك يبقى الخبر هذا مجرد اشاعه الى ان ياتي ما يخالف ذلك. بعد مغادره فراس شواط ارتفع عدد اللاعبين المغادرين الصيف هذه ال5. نحكيو على توفيق الشريفي، اسامه السهيلي، معتز الزمزمي، غيث الصغير واخرهم فراس شواط. في المقابل النادي الافريقي عزز صفوفه ب3 لاعبين اللي هما ياسين مرياح، معتز زدام وغسان المحرسي، في انتظار الاعلان على صفقات جديده خلال الايام القادمه. لهنا وصلنا لاخر الفيديو، ما تنساش تخلي فولو باش يوصلك اخر الاخبار.